أوبرة الحلم العربي مش بس كان أغنية الناس حبوها وارتبطوا بيها، لا ده كمان كان أداة بيستخدموها في الإعلام والأفلام علشان يوصلوا بيها بعض الرسائل، زي ما شفنا في فيلم همام في أمستردام اللي ظهرت فيه الأغنية دي بشكل مباشر في لحظة الصلح بين طه القناوي وسيد شعلة، وظهر معاها كمان صورة المسجد الأقصى لزيادة رمزية ودلالة الأغنية. حبي ما هو بالقوة بالفعل وبالإحساس، كن ضي وبسمة ونجمة وده اللي وكفى. طيب بعيدا عن ان دي اغنيه وبعيدا عن اختلاف الناس في مدى جدوتها او الاستفاده منها، بس السؤال اللي بيطرح نفسه هو فعلا لو حصل واتحقق الحلم العربي ده ايه اللي ممكن يتغير؟ يعني ايه الاستفاده من تجمع 22 دوله عربيه في صف واحد وتكوين كيان مشترك، فضلا عن امكانيه مشاركه بعض الدول الاسلاميه التانيه كتحالف عربي اسلامي؟ ايه يا ترى اللي ممكن نشوفه لو حصلت التحالفات دي؟ وهل هي ممكنه اصلا في الواقع ولا هتفضل حلم غير قابل للتحقيق؟